بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد عند الطيور وأكل وشرب، وهنشوف الحاجات اللي هي باضت والحاجات اللي هي كانت عايزة ترقد. دول شوية البط اللي هم المسكوفي بتاع السوداني بتاعنا عفوا. دول طبعا بخليهم كده بعيد عن الذكر الكبير اللي هو اللي شغال، لأن كلهم بيقلشوا وهو مش بيقلش، لأنه قلش قبلهم وغير ريش فبيبتدي يكسر عليهم فبهدلهم. هتلاقوا تقريبا في كام واحدة منهم برضو بيمشوا ببطء كده، فقلت اخليهم لوحدهم. هم معاهم ذكر بس مش شغال، لسه صغير يعني، ومع ان تايتين برضو نفس العمر، فقلنا نخليهم بعيد عنهم خالص كده ونخليهم مع الفراخ. طبعا هو مش بيجي جنب الفراخ لان الفراخ الهندي بتضربه، فقلنا نخلي دول بقى على السطح كده في الشمس، وربنا يسهل الحال كده لو في اي حاجة ابتدت تبيض. هم ان شاء الله كلهم يعني هيبتدوا يبيضوا ايه يعني ورا بعض يعني، ان شاء الله يعني ان شاء الله مش هيبيضوا اللي هم الاربعة اللي شغالين دول، مش هيبيضوا مع بعض، بس هم قلشوا مع بعض وهيخلصوا ريش مع بعض، بس في الاغلب برضو ممكن يبيضوا مع بعض. ودي الفراخ الهندي بتاعتنا، بص عليهم. بس طبعا احنا عارفين اللي عندنا فرخة هندي رقدت وفرخة هندي مع الديك ومعاها 2 بلدي، اللي هو بنخلي مع الديك 2 بلدي بحيث اللي هو مثلا هي بتبيض حوالي 12 ولا حاجة، يكونوا هما بدلنا بتاع حوالي برضو 15، يعني في حدود مثلا 25 بيضة ولا حاجة، ونشوف هي هتاخد منهم قد ايه يعني. لو استكفت 20 نشوف. ده الوز بتاعنا طبعا راقد، عامل لهم ستارة طبعا عشان الهوا، وعشان خاطر الفرخة الهندي راقدة معاهم، وهم لو طلعوا شافوا الفرخة الهندي هياكلوها. ومبرضوش اسيب الوزتين برضو ايه يعني مفتوح عليهم، لان هما ممكن الاتنين يروحوا يرقدوا في مكان واحد، وده طبعا غلط يعني، فمش هينفع. ودول شوية الفراخ البلدي بتاعنا مع الكم الديك الهندي اللي هما ال3 ديك الهندي دول. طبعا هما الديك الهندي دي مش شغالة لسه يعني. فطبعا احلى تهجين تاخده من رقد الفراخ اللي هي الكتاكيت اللي هي مع بعض دي، الفيومي او البلد المشعر مع الهندي. ده الحمام الهزاز بتاعنا لسه بيض، لسه مفقس. عندي جوز يعني بيطلع، وجوز تاني هزاز نتاية هزاز وذكر انجليزي. دول بتحط لهم اي بيض بيطلعوه، بيض بط بيض فراخ، فبينفعوني يعني. احيانا ممكن اخد الزغاليل احطها تحته. ودول شوية الفراخ بتوعنا. هنفتح بقى على الفراخ الهندي، بس الديك الهندي مع البط مع ذكر البط اللي في الوش دوت بيموتوا بعض برضه. ففي الاغلب يعني بطلعهم كده وانا واقف شويه كده في الشمس، لان الشمس حلوه، الشمس حلوه شويه، فاطلعهم شويه. وديت الفرخه دي فرخه ذكر الوز مسكها من رجليها تقريبا، كسر لها رجليها، بس هي بتبيض يعني عشان كده مرضتش اذبحها يعني. هي كل يومين بتبيض مره يعني، وبتاكل وبتشرب، قلت ان شاء الله هتخف يعني. ودول شويه البط بتوعنا نحط لهم بقى يفطروا. جايب لهم برسيم متخرط واللي هو بواقي المطاعم ديت، مع شوية اللي هو السرسة بتاعت الرز، اللي هو مكان ما بنبيض الرز. قلبت لهم عليه مع شوية زفارة اللي هو القلب بتاع السمك من جوه، وجبت لهم برسيم، جبت لهم ربطة كبيرة برسيم، بس هما مش بياكلوا يعني البرسيم اوي زي الاكل بتاع البيت يعني. قلت اجيب لهم واحدة تانية برضه عشان الفراخ الهندي بتضرب بعض، والبط ياكل معاهم والفراخ وكله ايه يشبع يعني. هعمل لكم فيديو حلو يعني عن الفراخ الهندي. دي الفراخ الهندي السودا دي بتاعتي طالعة عندي، بسم الله ما شاء الله يعني، حاجة وزن كويس وحلو. طبعا بتنفع يعني لو بطة ومرضتش ترقد، فالفراخ دي بترقد يعني.
الفلفل الاخضر ده برضه هحط فيه ذكر الوز شوية. طبعا ذكر الوز لوزتين راقدين وهو نحط لوحده. ده هحط فيه الاول الفراخ والبط طبعا عشان بينكشوه، فقلت احطهم في السبت ده. هما بعد ما بيخلصوا اكل من تاني بقى بيبتدوا يتجهوا الى الخضرة يعني، انما الخضرة مش اول شيء عندهم يعني. قلت احطها لهم واحط الذكر الوز كمان شوية. البطة اللي بتاكل الصغيرة دي اللي كانت طالعة عندي تحت الحمام، كان حد عطاهاني قال لي خدها اسلقها الفراخ او اقليها كلها. رحت جاي حطيتها تحت الحمام، راح جاي مطلعها. طبعا انا هديها له يعني او مش عارف بقى هو يرضى ياخدها ولا لا. دول التلات ديوك بتوعنا الهندي، دول هندي صوفي. كل اللي عندي على السطح ده هندي صوفي. وهوريكوا الفراخ البراهمة كمان. ده ذكر الوز حطيله شوية اكل برضه ياكل، ان هو قاعد لوحده طبعا مش بيرضى ياكل اوي. بس هحطله، هو بيحب البرسيم وبيحب، بس بيحب الحاجات يعني زي ما هي يعني. البرسيم بيحبه زي ما هو، ما بيحبوش متقطع يعني. بيحب العيش مثلا، العيش زي ما هو يقطع منه وياكل. حطله شوية كده، شوية صغيرين ياكلهم لحد ما اخدله بقى الايه الباقي من هناك. ده للوز او اللي هو اللي راقد، وهاخد للباقي كمان. طبعا هما الاتنين كده راقد. بص بقى، هو ده اللي انا قلت عليه، ان هي سايبة العش بتاعها، وراح قاعدة من تاني، فلازم انا اجيبها واديها هناك. فبقصر الطريق يعني وايه، وبقفل على كل واحدة الحلقة احسن. وعشان الهوا كمان، لان العش برضو ساعات بنقط مية وبعدين مفتحة فبتدخلهم هوا. انا مقفلها على قد ما اقدر يعني، وربنا يسهل الحال ان شاء الله، وربنا يبارك للجميع.